بصوا يا جماعة، عايزين النور بس عشان في موضوع مهم عايز اتكلم فيه بالنسبة لي يوسف حسين بس. المهم راح لمامته وصلاح راح لمامته، لازم زيكو كمان يروح لمامته. لا يا مصطفى، لا لازم تروح طبعا لزيكو بقى. الأوضاع سيئة جدا. حيث أعربت عن شعورها بأنها أصبحت رقم 2 وراكو بقى رقم 1 دلوقتي وأنا رقم 2. دلوقتي الامر دخل في كده ده برنامج سياسي ساخن. أنا عايز أفهم إيه علاقة السياسة بالكورة. مش حاجه اسمها بتاعك دلوقتي. أنا مش عارف القناة العربية مشغلاك ليه لحد دلوقتي بصراحة. امك وانت ما تفرحش بقالك فترة ما عندكش سياق ماشي عليه، ما عندكش منهج شغال بيه، مجرد لعب وهرتلة وبتاع. انا بتفرج عليه بس انا بقالي فترة بتفرج عليه ما بكملش نص الحلقة بسبب ان الحلقة ما بتبقاش حلوة. بيهزر بطريقة غير مش حلوة. كان ابتدى يطور من نفسه وبعد كده وقع تاني ولا باين حتى. كله يا ابني الا عقوق المهاجمين. بص، عقوق المهاجمين وعقوق مش عارف مين، وقاعد بيتكلم على ماتش كورة في كأس العالم لفريق هو طالع من دولة عيانة بياخد مليارات. أنا مش عارف أقول لك إيه بصراحة. أما بلد يبقى كل همها السياسيين اللي فيها همهم على ماتش كورة وقاعدين بيحللوا في ماتش كورة، عايز البلد دي تتقدم؟ يا حاجه يا امي يعني هي الكورة خلاص الدنيا وقفت، ما بقاش فيه إلا ماتش كورة هو اللي ناقصنا. بس انت اللي تكسبي حلو في الاخر. والله العظيم انتوا تستاهلوا. يا عم توهوا، احنا مالنا بأسر اللعيبه تستاهلوا شوية نصابين يا صاحبي. النصابين اللي في الحكومة ديت وفي البلد واللي بيسرقوا الاقتصاد بتاع الدولة والكلام دوت، والله العظيم الشعب يستاهلهم اللي هو فيه. تعالى كده جيب راجل صنايعي وقارنه بلعيب كورة، انت هتفهم الفرق، هتفهم حجمك ايه. حطهم في مقارنة هتلاقي اللي بيلعب بالشلوت، اللي بيلعب، انت فاهم الكلمة، اللي بيلعب احسن من من اللي شغال وشقيان وبيقدم حاجة حقيقية الناس بتستفاد بيها كل يوم. انت سلعتك، انا السلعة اللي انت بتبيعها اصلا للناس هي مش سلعة. هي اصلا غير مستخدمة، ده نظر. يعني عشان طول ما هو مسافر بقول لك البلد غريبة في وضع غريب، وضع مريب. والله الوضع مريب جدا. طبعا انا فاهم كل حاجة وعارف اخرتي رايح فين طبعا. يعني ان شاء الله كرسي الرئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي ماله هيقعد يا حبيبي زيه زي اللواء محمد زكي، زي اللواء المشير طنطاوي، زي سامي عنان. الناس كتير كبرت وخرجت على المعاش وادت فرصة للي بعديها. خلاص الحياة لازم تستمر، الحياة مش تقف على حد. يا جماعه ارجوكم عايزين مفيش للأبد زي ما هو قال. مش اوضه النوم، مالنا احنا ومراتات اللعيبه. يعني طبعا مش معنى كده اللي انا بدعي على الناس اللي هي تموت يعني، بس يعني الاعمار بيد الله، ما حدش فيها مطول، ممكن انا اموت الاول اصلا. تخيل حسام عبد المجيد نفسه يبقى زي محمد صلاح، بس ما عليه. مشكله هتقابله في الاحتراف مين هيعمله جبار. على فكره ساعات بيكون موت الانسان تكون تكلفة الجنازة غالية أوي. تكاليف الجنازة غالية أوي. يا جدعان ده الواحد قاعد سنين زهقان. طبعا الكلمة دي مش هتلاقيها إلا في فيلم واحد، أما هددوه بالقتل. فيلم إيه؟ فان ديزل ريدك. أما بيقول له كل اللي أنا أعرفه إن سعرك مضاعف لو قتلناك، فقال له هل السعر هيكون كافي لتكلفة مصاريف الجنازة؟ الدنيا الحمد لله على السلامة. ناس كتير بتقول ميسي راحت عليه، كابتن فتوح بيقول ايه؟ حد فاهم الكلمة دي؟ خليني اروح لسؤال مهم جدا. هيجيب ميسي والظلم. بص راح له الظلم اللي في كرة القدم. يعني انا خلاص تعبت، انا خلاص تعبت. تعبت من الكوكب ده. خالد بقى ما زعلش منك؟ هل انت خالد ما زعلش منك؟ يخرب بيت. طب عامل ايه؟ مالوش مكان للاسف. لو حطيناه هنضطر نلغي سؤال مهم
ازاي؟ هل علاقتكم حلوه لدرجه ان امام بياكلك في بق شوكولاته؟ لا يا فتوح سيبك من الاهداف اللي دخلت فينا. احكي لنا ازاي الشوكولاته دخلت بقك. والله والله يعمل لك صوت الطياره وهو بياكلك. بس هوقف لحد ما هو يمشي شويه في الحلقه وهكمل الكام دقيقه اللي فاضلين قبل هو ما يرجع من الفقره دي. احب اكد على المشروع بتاعي، وكل يوم وكل حلقه وكل فيديو هنزله هاكد على المشروع ده. هظهره لكم دلوقتي اهو قدامكم على الشاشه عشان ما حدش يبقى ليه حته. تمام؟ ده المشروع اللي انا بسعى انه يظهر ويتم نقاشه بشكل علني وانشائه. ده على قناتي التانية برنامج كوكب الارض. اخلص. تليفون سريع جدا يا جماعة. شركة اوبو بتبهرني بتليفونها اللي بيسخن. اهو التليفون A1K، تليفون قوي جدا، قوي يعني. بص، المفروض ان ده المشروع اللي انا عايزه يظهر ويتم نقاشه الفترة الجاية. اكبر الشاشة، شغل التكرار عشان يبان. او عامله السويرف ده ورايحه في المقص وهو يا دوب بس لمسها. طبعا واضح للشمس اهو. بص الطريقة ضعيفة بس هو واضح اهو. الاهرامات اهي، الاهرامات اهي. بص الاهرامات فين، ودي جنوب دهشور يا جماعة. في جزيرة هناك طبعا اسمها مكتوب غلط. المشروع دوت لازم يتناقش. ده فكرتي لإنشاء قرى سياحية وإنشاء نهر صناعي في المنطقة دي. تمام كده، واضح جدا. ده الهرم الأبيض والهرم الأحمر. تمام. عايزين بقى نشوف المعلم ده هيقول ايه. هو ايه اللي بيحصل في الحلقة دي؟ انا بسمع كلام غريب يا جماعة. بسمع كلام عن الدين وعن العقائد وعن الشهداء الكلام ده ملوش عازة. يا ولا هو انت بتدينا نظرة ثقة ومثقفين ولا رافع دقنك عشان تهول حنجرة؟ بصراحة يا ريت نهدى ونعرف احنا بنقول ايه كويس. ها؟ اعرف بتقول ايه كويس. انت عايش في انهي دولة دلوقتي؟ قطر. الكلام ده اصلا اللي انت قلته دلوقتي ده في المحاكم الدولية في بعض الدول يتقال عليك عنصري. برضه معترضين على كلامه في ايه؟ كتر خيره بيخاف على اولاد بلده وقال ندعسهم بالرناجر بس. تمام. ده يوسف حسين يا جماعة. اتفاق وقف اطلاق النار وطالب بمجزره في الجيش اللبناني وفي القرى. اتكلم في كلام يتهم بعض الدول بالعنصرية. يا جماعه بصراحه يعني حصل. ده واحد ما ينفعش. حدث بالفعل. ده عنده سوء توزيع ثروات. عليك قضية عنصرية يا اسطى. باشا انت حبيبي. يوسف حسين عليه قضية عليه قضية عنصرية. يوسف حسين عليه قضية عنصرية. لازم ترجعوا بسرعة لمراكب الفايت. عيب عليك، انت صاحبي يعني ولا عايزها عنك. تونس حاليا بتمر بأزمة كهرباء كبيرة. صحيح تونس يا جماعة هي فيها مظاهرات. انا شفت بعض الفيديوهات لناس ان في بيقولوا في بداية ثورة حصلت جوه تونس. هل حريق الغابات ده بيداووا بيه على الثوار؟ ويا ترى قيس سعيد بيعمل ايه؟ كان مكتوب في بعض الفيديوهات ان ايه؟ ان في اختفاء لقيس سعيد والكلام دوت. هل الكلام ده حقيقي ولا بجد؟ نفس عدد الاجوال اللي دخل في تونس في كاس العالم. مش بقى ايه العلاقه بس يعني حسيت شوف لنا الموضوع دوت. والاستاذ يوسف حسين عليه قضيه عنصريه. يا مجتمع دولي. كده المواطن التونسي لا كهرباء ولا ميه. يلا شوفوا شغلكم لحد ما نتقابل في فيديو تاني. في الحر ده يعني تخلي